السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة الحلقة التالتة من برنامج من أسباب الهداية، ومعنا النهاردة موضوع مهم جدا، وهو موضوع الاعتصام بحبل الله تعالى والاعتصام بالله. الاعتصام بحبل الله تعالى وطلب الحماية من الله واللجوء إلى الله في زمن انتشرت فيه الفتن انتشار البرق أمر مهم جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. فهو الفتن تأتي على قلب المؤمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب عودا عودا كعرض الحصير، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير قلوب على قلبين. القلبين دولت اللي هو قلب المؤمن وقلب الكافر. اسمع بقى: قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، وقلب أبيض كالصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. تمام. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. فالجنة حفت بالمكاره، والنار حفت بالشهوات. اسمع الحديث النبوي ده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل عليه السلام إلى الجنة فقال: انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها، فنظر إليها فرجع فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها، فأمر بها فحفت بالمكاره. فقال، أي قال الله عز وجل: اذهب إليها فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فنظر إليها جبريل عليه السلام فإذا هي قد حفت بالمكاره، فقال: وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد. قال الله عز وجل: اذهب فانظر إلى النار وإلى ما أعددت إلى أهلها فيها. فنظر إليها فإذا هي يركب بعضها بعضا، فنظر فقال: وعزتك لا يدخلها أحد. فأمر بها فحفت بالشهوات، فقال: ارجع فانظر إليها. فنظر إليها فإذا هي قد حفت بالشهوات، فرجع وقال: وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخلها. فيا صديقي، الجنة حفت بالمكاره. ليه؟ ليه حفت بالمكاره؟ لأنها سلعة الله الغالية. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الجنة فيها تفاح وفيها رمان وعنب وفيها نخيل. الجنة فيها أنهار من عسل مصفى. الجنة فيها الصحابة وفيها الرسول. الجنة فيها الزيادة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والزيادة رؤية الله عز وجل. الجنة حفت بالمكاره، لأن مثل هذه السلعة لا تشترى بالقليل، لا تشترى بالثمن القليل. ما بقاش انا نايم على السرير والأذان بيدن وانام واروح انا اقول انا عاوز الجنة. ما بقاش انا بعصي ربنا كتير قوي ما بتوبش من العصيان ده واقول انا عاوز الجنة. لا، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. سلعة الله غالية. لما تلاقي حاجة فتنة باينة وانت نفسك تعملها تقول لا، تيجي في قرارة نفسك كده ودماغك يشيط ويقول
ويقول جوه نفسك ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، أنا مش هعمل كده. أي شهوة تظهر قدامك في نفسك تشتعل، تقول في نفسك ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. أنا عاوز الجنة. الجنة فيها حور العين، الجنة فيها كل شيء جميل ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الجنة لا يستحق أن يدخلها العصاة الذين لم يتوبوا. الجنة لا يستحق أن يدخلها الفجر الكفرة. الجنة لا يستحق أن يدخلها الكافر. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. فعلشان كده انت لازم تشتري سلعة الله، تدفع المهر، وهو أن تعتصم بالله، فتتتبع الأوامر وتبعد عن النواهي. ذلك أحيطت الجنة بالمكاره، وقيل التكاليف اللي ربنا كلفنا بيها أو الأمانة في قول الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فهي الأمان، المكاره ديت الأمانة، إن أنت تبقى مش عاوز تعمل حاجة بس لا أمرت إن أنت تعملها فلازم تعملها. تمام؟ فاللي هيحمل الأمانة بصدق وياخدها محمل الجد هو اللي هيوصل للمبتغى وهو الجنة، هو اللي هيوصل. اللي حارب الشهوات هو اللي هيوصل. قال الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فالمتقين دول هم اللي هيوصلوا، هم اللي هياخدوا الجنة. المتقين دول اللي حاربوا الشهوات، حاربوا شهوات أنفسهم، لأن محاربة النفس ديت الطريق اللي هيوصلك للجنة، لا شك في ذلك. محاربة النفس ده طريق اللي هيوصلك للجنة، لأن نفسك ديت هي عدوك الأول. الشيطان ضعيف. قال عز وجل: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الشيطان ضعيف. نفسك هي الأمارة بالسوء، هي اللي بتاخدك بعيد عن ربنا، لأن كل حاجة هنا عاوزة تستمتع في جسدك. عينك عاوزة تستمتع بالنظر الحرام، ودنك عاوزة تستمتع بالسمع الحرام، بقك ولسانك عاوز يستمتع بالغيبة والنميمة، بتاع رجلك عاوز تستمتع بالقدوم للحرام، ايدك بالبطش بالحرام. فكل ديت حرام 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 حرام، دي شهوات. فاللي هيحارب نفسه هيحارب شهواته ده اللي هيوصل ولا شك. تمام؟ فكل نعمة ربنا أنعم عليك بيها ليك طريقين: طريق النار إن أنت تستخدمها فيما لا يرضي الله عز وجل وتوردك مورد الهلاك، والطريق التاني طريق الجنة وإن أنت تستخدمها فيما يرضي الله عز وجل وتصل إلى المبتغى وهو الجنة. قال عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فخلي بالك واعتصم بحبل الله، لأن الشهوة أولها لذة بس آخرها حسرة وندامة. الشهوة دقيقة 2 3 10 ساعة 2، بس قد تخسرك في الآخرة مئات السنين. قد تؤخر عليك رزق انت بتدعي به بقالك سنين. قد تؤخر لك الزواج، قد تؤخر لك الإنجاب الأطفال، ممكن تأخر عليك حاجات ياما قوي. فخلي بالك من الشهوة،
خلي بالك. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اعتصم بحبل الله. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. فيا صديقي خلي بالك وتمسك بالكتاب والسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. فمن تمسك بالكتاب والسنة ده اللي هيثبت على الصراط. تمام؟ فبالله عليك تمسك، اعتصم بالله، اعتصم بحبل الله، وانشر الفيديو علشان ناس كتيرة ممكن ما تكونش واخدة بالها من الموضوع ده، فنصل نحن بهذا الفيديو القليل يعني من عبد فقير لناس كتيرة. قد يكون أنا وإنت سبب في هداية حد، قد نكون أنا وإنت سبب في إنقاذ شخص قد يقع في كارثة، ولكن لو شاف الفيديو ده ممكن هو يتعظ. أو إنت مش عاوز تنشر فيديو ما تنشروش، خد الفكرة وانشرها انت، انشر الفكرة ذات نفسها. تمام؟ ما تنساش لايك واشتراك والشير في الخير والدل على الخير كفاعله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.